صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معنا عملة مصرية ورقية فئة 20 جنيه. طبعا العملة دي بيتم الإصدار منها دلوقتي عملة بلاستيكية. ده معنى كده إن هيجي في يوم من الأيام العملات الورقية دي هتختفي، وتصبح يعني إن أنت بتحتفظ بيها كعملات تذكارية. وطبعا حسب كل عملة وحالتها وقتها مستقبلا هيبقى ليها سعر، لأن هي طبعا حاليا بيصدر عملات بلاستيكية، ومش بيتم طبع عملات ورقية تاني. كل العملات اللي بيتم طبعها حاليا عملة البلاستيكية 20 جنيه البلاستيكية. العملة دي طبعا كانت بتحمل مسجد محمد علي. هو مسجد أثري مبني داخل قلعة صلاح الدين في القاهرة. وتم إنشاؤه عام 1830 ميلادي. علامات التأمينية زي ما احنا شايفين فيها هنا أولا هنا بيكون الكلام هنا فيه خشونة بسيطة. لما تسمعها كده تلاقي فيه خشونة بسيطة، ولما تيجي تكبر تعمل زوم هنا تحت هنا هتلاقي الكلام مكتوب فيه فئة العملة زي ما احنا شايفين اهو. الكلام اللي تحت ده مكتوب فيه فئة العملة. طبعا اللي بيزور ما بيقدرش يتمكن ان هو يعمل بالدقة ديت، انه يكتب العملة فئة العملة هنا. الحاجة التانية بنلاقي تحت هنا في الحتة دي لما بنرفعها في الضوء بنلاقي فيه صورة الملكة حتشبسوت، وتحت تاريخ الإصدار ده بنلاقي فيه فئة العملة اللي هي 20 جنيه. وطبعا الشريط الهيلوجرامي اللي هو بيتغير كده، بتعمله بيتغير ما بين النحاسي والأخضر ومكتوب فيه فئة العملة. وطبعا في الحتة دي لما بنرفع في الضي هنا فيه شريط برضو تأميني داخلي هنا. هنا برضو الظهر نفس القصة زي ما احنا شايفين. نتمنى إن احنا نكون أفدناكم بالعلامات التأمينية البسيطة في العملة المصرية. بالعلامات التأمينية البسيطة في حاجة كمان هنا، أنت لما بترفعها بتعرضها لأشعة بنفسجية بيبان في الحتة دي كده الحتة دي بيبان فيها فئة العملة والعلامات التأمينية اللي هي معمولة بالحبر الفسفوري، ما تبانش إلا بالإضاءة الأشعة الفوق البنفسجية. لكن الحاجات اللي هي للعامة زي ما احنا قلنا، اللي هي خشونة اللي بتبقى في عند البنك المركزي المصري فيها خشونة، لما بترفع خشونة بسيطة يعني، لما بترفع في الضي بتلاقي راس الملكة حتشبسوت وتحتيها وتحت رقم التاريخ ان هو فئة العملة. وهنا طبعا لما بتتعمل لها زوم بيبان ان فئة العملة مكتوبة بالخط تحت اهو. طبعا دي مستقبلا بعد اختفاء الإصدار هتصبح ورقة تذكارية إن شاء الله، لأن في عملات جميلة دلوقتي بتصدر بلايمر. إلى اللقاء.